صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. انتوا دلوقتي معانا في برنامج كلام كتير، وحلقتنا النهاردة مختلفة جدا لأننا هنغوص حرفيا في عالم تاني، عالم تحت المية، عالم قليل قوي اللي بيشوفه، لكنه مليان مغامرات وتحديات، وفي شجاعة وتركيز وخطر كمان. الغطاسين دول أبطال حقيقيين، بيحولوا الخوف لشجاعة والظلمة اللي تحت المية للقطات تخطف الأنفاس. النهاردة هنشوف إزاي بيستعدوا وإزاي بيواجهوا كل المواقف الصعبة عشان بس يطلعوا بلقطة ممكن تفضل في الذاكرة طول العمر. ومن غير ما أطول عليكم، تعالوا نشوف مع بعض كواليس الغطس من جوه في التقرير اللي صورناه مع الكابتن رضا كمونة. يلا بينا نغوص في تفاصيل عالمهم ونشوف ايه اللي بيحصل تحت المية، وانتظرونا. يا كابتن صباح الفل، ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. والله في البداية عندنا سؤال، مين هو كابتن رضا كمونة قبل اي حاجة؟ والله بص، اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا حد عادي 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 تحت العادي. تمام. بدات حياتي زي اي شاب، جيت من الريف فرحان بالقاهره وباجواء القاهره. دخلت كليتي وبدات ادرس ودخلت تربيه رياضيه، ورحت قدمت واشتغلت في النادي الاهلي. كويس. كان ليا نصيب ان انا اشتغل في النادي الاهلي واتعلم ناس كتير قوي، يعني ناس انا بحبها. وساعتها اتعرفت على ناس في مجال الغطس. اساسا رضا كمونة ده يعني متربي في مركب وبيحب الميه جدا، يعني علاقتي بالميه علاقه روحانيه. كويس. الموضوع تطور بقى من مدرب سباحه لغطاس لحاجات كتير جدا. هو ده دي البدايه ودي القصه كامله بقى. ان انا اتعرفت على اللي هو محمد امين، كان بيدي كورسات لفرق للصف ضابط. شافني وحبني ولقاني شاطر، علمني، وبعد كده اخدت كورساتي من اتحاد الغوص على ايد كابتن نبيل الشاذلي، دي اسطوره طبعا يعني كل الناس عارفاه. ومن هنا انا يعني حبيت الغطس جدا، يعني ضحيت بحاجات كتير قوي حبا في مجال الغطس عشان خاطر ابويا الله يرحمه، لان انا صياد، بنحب البحر وبنحب الميه، فطول عمري علاقتي بالميه من فوق. لكن انا طول عمري ونفسي ان انا اتعمق في الموضوع واعيش تحت الميه. انا بحب الميه، يعني انا بعشق الميه. علاقتي بالميه علاقه يعني غير اي حاجه. وهو ده بقى اللي انا تحديدا مهتم ان انا اعرف ايه اللي شد حضرتك في الميه، في الغطس عموما. ما انا زي ما قلت لك، انا صياد اب عن جد من الاساس. من الاساس. انا متربي في مركب. تمام. وابويا الله يرحمه صياد. فانا حبي وارتباطي بالمجال هو يعني سر حب وارتباطي بابويا الله يرحمه. الغطس في دمي، الميه في دمي. انا طبعا متعين في النادي الاهلي اخصائي، ومفيش حد يتعين في النادي الاهلي موسوعه رياضيه وزي دي ويقدم استقالته. انا قدمت استقالتي عشان اتفرغ للغطس واتخصص في اللي انا بحبه واعمله بحب. تضحيه كبيره قوي دي يا كابتن. على ضحيت، والله ضحيت، تضحيه كبيره والله ضحيت. النادي الاهلي، انا بعشق النادي الاهلي وبحب تراب النادي الاهلي، خيره عليا. تمام. لحم كتافي من خير النادي الاهلي وعلى راسي من فوق، وهفضل اقولها. والله يرحمه العمري فاروق، الف رحمه والنور عليه، سبب يعني من اسباب حبي وعشقي للنادي الاهلي. تمام. انا لما دخلت عند حضرتك لاحظت حاجات كده متعلقه، وحاجات دي المعدات ودي الحاجات اللي بتستخدمها فعلا في التصوير، كل الحاجات دي؟ لا بص بقى، قصه التصوير بقى قصه تانية. ايه بقى؟ يعني اي ممثل او ممثله هتنزل الميه انا بجيب لها بدله جديده، والبدله بتستنى عندي ذكرى. يعني مفيش يعني بدله. كل اللي حضرتك صورت معاهم متعلق هنا، الحاجات دي متعلق هنا. اسالني على اي ممثل، امير ليه هنا، ياسمين لها بدله، كريم عبد العزيز ليه بدله، اياد نصار ليه بدله. اسالني هجاوبك. يعني هو سؤال بس يعني فضل. هم ليه ما بياخدوش البدل دي؟ ليه بيسيبوها؟ بص، هو انتاجيا انا اللي بجيب، انا متولي الموضوع كويس. لان انا ببقى مسؤول من الالف للياء عن تجهيزات وعن المعدات وعن كل حاجه. كويس. فانا اللي ببقى جايب البدل عن خلال انا.
ففي الاخر بترجع لنا، لان هو الانتاج هياخد البدله يعمل بيها ايه؟ مش هيستفيد بيها حاجه. بس من خلال حضرتك. من خلالي. ممكن تورينا بقى البدل والمعدات اللي بتستخدمها تحت الميه بص بقى، البدل، قصه البدل عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه بدل غطس. تمام. بدل غطس دي انواع كتير جدا. كويس. يعني احنا هنغطس في حمام سباحه، اكيد مش هنلبس بدله بنغطس بيها في بحر، واكيد مش هنغطس ببدله بنغطس بيها في الشتاء، واكيد مش هنلبس بدله بنغطس بيها في الصيف. فكل بدله على حسب عوامل الطبيعه او حسب البيئه اللي انت هتنزل فيها. يعني البدل انواع، في 3 مللي، في 5 مللي، في بدله ويت سود عاديه، في دراي سود. الدراي دي بقى لما كنا هننزل في بحر، يعني مثلا احنا بنصور فيلم ماكو في تركيا والجو هناك انت شايف التلج، الحراره معديه. انا ما بشوفش غير تلج بصراحه. فانا كنت يعني كان معايا بدل يعني بروفيشنال قوي. يعني حتى الممثل مراد يلدريم كنا جايبين له بدله دراي، لان الجو كان ساقع جدا فعلا يعني. فكل مكان بيبقى ليه لبسه الخاص او يعني التخصص في البدله بالذات. طيب وبالنسبه للمعدات؟ لا المعدات يعني حدث ولا حرج. الموضوع كبير يعني. بس انا اعرف ان حضرتك عندك حاجات مش عند غيرك. هقول لك ليه. لان انا بحط فلوس الشغلانه في الشغلانه، لان انا بشتغل الشغلانه بحب، مش بشتغلها عشان يبقى عندي فلوس منها. انا كل شغلانه باخد فلوس اجيب معدات. انا اول واحد دخلت الصوت تحت الميه من بعد فيلم ماكو. من بعد فيلم ماكو. فيلم ماكو بصراحه كانت يعني الموضوع كان نقله ليا. الناس مش عارفه يعني احنا لما كنا بنصور تحت الميه لازم يجيبوا ناس من بره، ولازم عده الخواجه بقى اللي احنا عايشين بيها. تمام. لكن بفضل الله تعالى انا مؤمن باللي انا بعمله وعايز اوصله للناس بحب، وعمري ما فكرت فيه ماديا. انا كل تفكيري ان الناس تبقى مؤمنه بيا وتبقى عارفه انا بعمل ايه. عشان كده ده اللي خلاني ان انا اصر ان انا اجي اسال حضرتك عن قرب. يعني مين هو الكابتن رضا كمونه ودور ده؟ يعني حضرتك بتعمل ايه في التصوير بتاعك والحاجات دي كلها؟ بص بقى، احنا اي مشهد فيه ميه، ايا كان الميه هننزل فين، بفضل الله تعالى بسهل الصعب. بيبقى ده بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا مديني موهبه. انا الاولا متربي في ميه، متربي في نيل. انا الميه بالنسبه لي روح وحياه. ازاي متربي في نيل؟ يعني انا قلت لك متربي في مركب، فالميه بالنسبه لي في البدايه انا متربي في مركب. أيوه. فانا اكون واحد عايش في الميه، فبالنسبه له الميه مش صعبه. لكن لو هي مش بيئتك وانت ما بتتعاملش معاها فهتبقى بالنسبه لك صعبه. زي الناس تقول لك احنا خايفين من الميه. انا بستغرب لما حد يقول لي انا بخاف من الميه. يعني انا بستغربه، بحس ان هو كائن غير الناس، لان الميه روح وحياه. الحياه مرتبطه بالميه. تمام. الدنيا اي حاجه على وجه الارض مرتبطه بالميه. فانت احنا ازاي ما نحبش الميه؟ انت عارف البحر بتاعنا النعم اللي ربنا اداها لنا. عارف فتح بيوت قد ايه؟ عارف الناس اللي بتصطاد رزقها منين؟ عارف الناس اللي بتشغلها في السياحه رزقها منين؟ عارف المراكب اللي بتودي العالم من عالم، رابطه العالم ببعضه منين؟ البحر، الميه. فالميه حياه. طيب اسمح لي اسالك برضو سؤال تاني ومالوش علاقه قوي بالموضوع، بس ده خاص بالفنانين. ماشي. الممثلين او غيرهم، مين اكتر حد قابلته عنده فوبيا؟ بص هقول لك على حاجه. مش هنقول خواف، لا بس هنقول هقول لك على حاجه. بص انا قابلت ممثلين كتير قوي بصراحه يعني، وهم يعني نجاحهم مرتبط بحبهم لشغلهم بصراحه. يعني انا لما يجوا اتعامل مع الممثل الانتاج او الاخراج يحسسوني ان هم ناس مرفهه. بالعكس، الناس دي بتتعب جدا لان هو حابب شغله، فهو عايز ينجح فيه، فما بيهموش التعب. زي مين؟ اياد نصار كان عنده فوبيا بس عنده عزيمه. فوبيا بس عنده عزيمه. العزيمه ان انا عايز انجح في شغلي. مش بيئتي الطبيعيه، مش متربي في الميه، ما بحبش الميه، مش بعوم، مش بغطس. طب انت طبيعي. طب انت هتغطس، طب غطست، طب اتعلمت.
مين بقى احب اختص معاه من الممثلين؟ لا في ناس كتير قوي. يعني انا اخر عمل مخلصه مع محمد رمضان. محمد رمضان شاطر، قلب ميت بصراحه. ده الفيلم اسد. الأول. هو فعلا اسد ايوه بصراحه. كريم عبد العزيز بطل. تامر حسني ما شاء الله. حضرتك شكرت فيه بتقول لي امير كرارة. الله اكبر عليه. هو انا بشوف ان هو مش محتاج يتعلم. العزيمه اللي عنده والاراده، لا هو عنده. انا اتعلم منه. ما هي الفكره كلها، عندك عزيمه واراده في حاجه معينه انت هتنجح فيها. طيب. لو هي صعبه جدا. مين اكتر واحد فيهم تعبك؟ مش فوبيا، مين اكتر واحد فيهم تعبك بجد؟ هو سؤال محرج. اصل انا بحبها فانا مش سؤال عارف. محرج، بس انا نفسي يعني اعرفه حتى يطمئن قلبي. مين اكتر واحد فيهم انت حسيت ان لا يعني ده ما فيش منه رجاء يعني؟ لا والله بصراحه ربنا، هو في الاول، فاول ما بتعامل بحس الاحساس ده، بعد كده بعد شويه بحس ان لقيته اتحول او اتحولت. يعني مثلا انا بحب قوي هنا الزاهد، هي كيوت قوي لدرجه انا مش عارف يعني هي طبعا. من كتر ما هي كيوت انا مش عارف اتعامل معاها. يعني لما اجي البسها ماسك او البسها حاجه انا خايف يعني اكسر فيها حاجه، او يعني انت فاهم ازاي؟ انت عارف حاجتنا بتبقى صعبه ولازم تبقى مشدوده، فهي كيوت قوي انا بحبها، وبنفس الوقت خايف يعني اتعامل معاها عن قرب قوي. بس هي يعني برضو عندها عزيمه، لان في الاول الموضوع كان صعب، بس بعد كده غطست وعملت اللي عليها واشتغلت، فهي برضو شابوه يعني، كتر خيرها، تسلم يعني. اللي انا بشوفه منهم بستمد منهم بصراحه يعني، عندهم عزيمه واراده، بيحبوا شغلهم وبيتعبوا عليه قوي، فانا باخد منهم الحاجه دي، انا بتعلم منهم حاجات. يعني تامر غطسته في البحر وعم ما غطس قبل كده، هوب عندك تصوير بكره واغطس في يومها. يعني طب ايه؟ يعني حتى لو خد يوم تمرين شويه، بس هو الفكره كلها ان انت العزيمه اللي عنده هي اللي بتنجحه. او في ممثل كان مع حضرتك خاف، هو ما قدرش يكمل؟ بص احنا في فيلم ماكو كان عمرو علاء، عمرو وهب، عمرو علاء برضه حصلت له مشكله وما شاء الله برضه يعني حليناها بسرعه يعني. كويس. عمرو يعني بصراحه هم كانوا يعني انا شفت منهم حاجات جميله قوي، كانهم فرقه عمليات خاصه. ده بقى شاطر، التاني بقى اشطر منه، ده بقى قوي بقى، يعني انت بيعلوا على بعض. انت يعني ما خلاص بقى احنا فريق واختصنا وكلنا هنعمل نفس الحاجه، فالموضوع يعني ايه ده؟ الناس دي احنا بقى كنا بنقعد بالثلاث اربع خمس ساعات تحت الميه. ده اول عمل بجد تحت الميه في مصر. انا شايف ان حضرتك مهتم قوي بالمجال ده من البدايات للنهايات، واخد الموضوع بروفيشنال. انا عمري ما حسبتها ماديا خالص. انا بحب الشغل، بحب الغطس، وبحب مجالي وتخصصت فيه وضحيت بحاجات كتير جدا عشانه، وعمري ما حسبتها. اكتر من النادي الاهلي يا كابتن. انا بعشق تراب النادي الاهلي. انا ضحيت بحاجات كتير قوي عشان اقول للناس انا رضا كمونه بعمل اكشن اندر ووتر، واي حاجه في الدنيا نقدر نعملها بفضل الله تعالى. كنا بنسافر بره نصور كل ده، طب ليه احنا نقدر نعمل كده؟ في فيلم من 30 سنه كان عمرو ماجايفر، احنا رمينا نطينا بعربيه في طلعت الماروتيه. كويس. فعمرو جاب بعد ما رمينا العربيه وعمرو عامل الاكشن بتاعه، قال لي كمونه طلع العربيه، ربطت العربيه من تحت، طبعا ميه طلعت الماروتيه طبعا. يعني نزلت ربطت العربيه وطلعتها طبعا. قال لي احنا عندنا تكمله المشهد ده هنعمله بره مصر. قلت له طب انا اعمله لك تكلفه كامله على حسابي عشان اوريك ان انا اقدر اعمله، مش عايز جنيه. قال لي لا الحاج عمرو لازم نسافر بره ومش امان، وممثلين تقال هينزلوا الميه. قلت له طب انا مش عايز فلوس، انا هعمل لك هنا. فالناس لسه مين رضا كمونه اللي هينزل ممثلين تحت الميه وهينزل عربيه تحت الميه. جيت بعد كده لفت الايام، جبت كان فيلم فارس مع ايمان العاصي، نزلت عربيه بي ام تحت الميه ودخلت ايمان العاصي جواها
وعملنا كان اسهل يوم في الفيلم. يعني حتى المنتج الفني كان مبسوط مني جدا، لان هو حاجه جديده ما اتعملتش، فلما يلاقي الموضوع سهل كده لا يبقى انا اخترت صح. هم جم لقوني عامل كل حاجه، العربيه جوه الميه، فرش كرومتي كانها في بحر، بالظبط اللي هم عايزينه. بيتهيألي هم ما بيعانوش مع حضرتك، لان انت خلاص الموضوع ما انا زي ما قلت لك، واخده بحب، زي ما قلت لك مش بتتعامل اللي هتطلعه من قلبك يوصل زيك للناس، زي اي حد. اللي هتطلعه من قلبك بحب يوصل للناس. ولما اجي اوصل معلومه او امرن ممثل بمرنه بحب، مش بمرنه انا مستني هكسب كام منك خالص. طيب انت واخد الموضوع ده دراسه ولا حب موهبه؟ يعني ان انت واخده دراسه عمليه ولا دراسه؟ بص هو 3. كويس. حب سبب ابويا الله يرحمه، الله يرحمه، المركب اللي انا اتربيت فيه. تمام. دراسه وتعليم، اتعلمت على ايد اللي هو محمد امين وكابتن نبيل الشاذلي. كويس. خبره خدتها من كل شغلانه اشتغلتها، من كل دوله سافرتها، من كل غطاس اجنبي اتعاملت معاه، تمام. من كل رئيس مركب ركبت معاه، شفته بيعمل ايه وبيتعامل. كابتن، يعني انا شايف حاجات ومعدات، ممكن تشرح لي بس ايه الموضوع؟ بص اولا معدات الغطس هي معدات سهله ومعقده. سهله ومعقده. سهله لو انت اتعاملت معاها بيها مره واثنين وثلاثه. كويس. معقده لاول مره تتعامل بيها ومش عارف ايه ده، فتحس ان الموضوع ملعبك ايه كل ده. الموضوع سهل جدا. اول حاجه سلندر، تانك، ده بيتضغط. سلندر وتانك. سلندر بالانجلش، تانك باللغه بتاعتنا. كويس. ده هواء بيتضغط ضغط جو 200 بار. الساعه اللتريه بتاعته 12 لتر، في منه 15، في منه اصغر، في منه لتر بيتعمل بيه سباقات تحت الميه. يعني يعني ده لو اتخبط يحصل له حاجه؟ لا ينفجر زي ما بيقولوا كده في الافلام؟ هو هواء مضغوط. اي حاجه في الدنيا مضغوطه. اطار الكاوتش مش بيبقى منفوخ قوي، لو اتنفخ قوي من اللي يحصل ينفجر. هو ده نفس الوضع. بس احنا الاول كان التانك ده معمول من الحديد، فكان في خطوره بيعمل شظايا، فالناس طوروا لحد ما عملوه تانك ألمونيوم. تمام. ألمونيوم لو حصل له اي مشكله، بس كده كده ان شاء الله ما بيحصلش ده، لان هو ليه فتره صلاحيه ومده اختبار. بنعمل له الاختبار طبعا، بيتعمل له اختبار بتاعه. بيتحط في اختبار بتاعه. وبالنسبه للفيس ده كابتن، ده بص بقى، ما هو الموضوع جه من بعد ماكو. انا عايز اخلي الممثل ينزل. انا مش لازم بقى كل ممثل هيجي يعمل مشهد هنديله كورس غطس ولازم ياخد الكورس كامل، لا. احنا في فيلم ماكو كان لازم يبقى فيه تواصل مع الناس في بعضيها تحت الميه. كويس. بدأنا بده بالفول فيس ماسك. كويس. فول فيس ماسك فيه مايك. المفروض ان فيه مايك. اه. بتتكلم زي ما انت بتتكلم كده لما بنتكلم. كويس. وبتتنفس بالطريقه الطبيعيه. كويس. لما يكون عندنا مشهد وناس هتقعد تحت الميه كتير، مش طبعا الموضوع هيبقى لود عليه، ده ممثل برضه، يعني احنا مش هنموت الناس، مرتبط بوقت. فبنلبس الفول فيس ماسك. مثلا مدير تصوير هيقعد تحت الميه كتير بلبسه الفول فيس ماسك، بيتكلم يتواصل مع الناس اللي فوق الميه، يعني يتكلم مع المخرج علشان ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها. كويس. بس احنا خرجنا عن المعدات، انا ما كملتلكش بقيه المعدات. احنا عندنا بقى البي سي دي، وحده البي سي دي. البي سي دي ده هو اللي بيظبط البالانس بتاع الغطاس. كويس. تمام. يعني التوازن بتاع الغطاس. التوازن بتاع الغطاس. كويس. هو ده البي سي دي، ده ريجوليتور. تمام. بيبقى فيه الجيج او العداد اللي بيديه يقول لك انا عندك هواء قد ايه. كويس. طبعا بيبقى معانا 2 اوكتوس فريست وسكن. تمام. لا ليه هم 2؟ وليه ده اصفر وده بلاك؟ البلاك بتاعنا، الاصفر بتاع اي غطاس عنده مشكله، اللي هو بيبقى جنبه صح. طب هوا خلص عنده مشكله، لازم يكون معاه سبير.
حاجه مهمه جدا، العمل الانساني بقى. بص يعني بص انا عندي اسئله كتير. هقول لحضرتك على حاجه، هي دي تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني المفروض انا ما اتكلمش عنها، ولكن احنا فريق غواصين متطوعين لوجه الله تعالى. لينا مسميات كتير، ناس بتسمينا غواصين الخير، وناس بتسمينا غواصين ولاد البلد، وناس بتسمينا غطاسين مصر. احنا مجموعه بنطلع حالات الغرق لوجه الله تعالى. انا ببقى السبونسر، يعني انا عندي معدات والرجاله طالعه حاله غرق، انا بديهم معداتي لوجه الله تعالى. دي تجارتي مع ربنا سبحانه وتعالى. وحالات الغرق انا بقولها بنطلعها في انحاء الجمهوريه كلها لوجه الله تعالى بدون اي مقابل مادي وبدون اي مساعده من اي حد خارجي. يعني احنا فريق متكون من محمد الدولار، من عادل ضبيش، من مصطفى كساب، من شحاته ابو عيش. المجموعه دي بتطلع حالات الغرق لوجه الله تعالى في انحاء الجمهوريه يعني كلها. في حاله مثلا لا قدر الله، يوصل لك ازاي؟ يكلمك ازاي؟ لا احنا عاملين صفحه كبيره جدا والناس بتوصل لنا بتاع الفيسبوك يعني. عاملين صفحه كبيره جدا، يمكن البلاد كلها. انا شايف كده يعني كنز ما شاء الله، يعني كنوز. البدل دي كلها ممكن تشرح لنا ايه ده؟ بص اولا كل بدله عندي لها قصه، تمام. وكل ممثل نزل الميه ليه بدله. كويس. اقول لك ايه بقى، يعني اعدي لك مثلا دي تامر، دي بدله كريم عبد العزيز، دي بدله معتصم النهار، يعني بدله اقول لك بقى عندك دي ياسمين، دي هنا الزاهد. يعني يا كابتن ده بيبقى ستور مثلا ولا ده؟ بص لا انا كل ممثل بينزل الميه انا بجيب له بدله جديده. كويس. البدله البسها ونزل بقى الميه خلاص بقت ذكرى عندي. كويس. يعني اي ممثل اي حد بينزل الميه او بيكون معاه عمل انا بجيب له بدله جديده، وده اللي بيميزني في شغلي. يعني ما ينفعش اروح لممثل عنده عمل ببدله قديمه. يعني مثلا كريم عبد العزيز اكيد انا مش هروح له ببدله مستعمله اقول له انزل اغطس. هو بيستخدمها مره واحده وان شوت يعني هو خلص بيها العمل. فانا هي بتبقى عندي ذكرى. يعني عندي البدل بتاعت ماكو، عندي بدله مراد، عندي بدله نيكولا، عندي بدله ياسمين. أنا شايف كم يعني. عندي بدله انا ازاي ياسمين عبد العزيز، وعندي مراد يلدرمبردو بتاع تركيا بدلته عندي، وبسمه وساره الشامي بدلتها هنا. كل ممثل نزل ميه معايا ليه بدله. يعني وبحب احتفظ بيها لان انا بحس بالنسبه لي ان هي تاريخ ليا انا. يعني بينا شلبي نزلت الميه ليها بدله. خدتها هنا برضو معاه ولا خدتها؟ لا بقى لا هنا اسمها لا اللي كانت جايبه بدلتها بقى مين بقى في فيلم توأم روحي، كانت امينه خليل. كانت جايبه بدلتها معاه. كانت جايبه بدله حلوه قوي، كانت جايباها من بره تقريبا. فدي الوحيده اللي هي هربت ببدلتها يعني. خلينا نتعرف برضو بسرعه كده على اجود الخامات او الفرق ما بينهم. بص اقول لك، لا هو الموضوع مش كده يعني كاجود. الفكره ان العمل احنا هنصور في وقت ايه؟ يعني اكيد لو هنصور في الشتاء هيبقى بدله 5 مللي. 5 مللي 5 مللي في الشتاء. في الصيف بقى 3 مللي. 3 مللي ده يعني 3 مللي كده، والجو كمان بحر. فكل مكان يعني هنغطس في حمام سباحه اكيد مش زي ما هنغطس في بحر. اكيد. يعني هي البدله خامه البدله بتختلف عن حسب المناخ والوقت اللي احنا هنغطس فيه. تمام. البدله دي انا شايف حضرتك وانت بتتكلم عليها بتقول دي بتاعت هنا ازاي. بص هي مختلفه في كل حاجه اصلا. يعني هي كيوت. هي فعلا البدله شكلها هي مختلفه حتى لونها الخامه بتاعتها. تمام. دي بدله هنا ازاي. وفي عندي بدله ياسمين برضو. عندي بدله ياسمين على معلم. دي في المشروع اكس. دي ياسمين الفنانه ياسمين صبري. ياسمين صبري. تمام. انا بحبها جدا وبحب اغطس معاها لان هي شاطره، يعني شاطره. ولما بتغطس انا برتاح معاها نفسيا، يعني لان انت بتغطس مع حد بتحس ان هو ايه يعني بروفيشنال بصراحه. يعني انت قلت لي على حاجه كده قبل التصوير، وان شاء الله دي انا باخدها
منك بعدين بعد العمل ما ينسي. بعد ما العمل ما ينزل يعني تقول لي على دي اللقطة. اغرب حاله شفتها يعني بصراحه ربنا، ان اشوف حد بس اخد وعد منك ان تبقى ان اشوف حد ماشي والسمك ماشي وراه، دي حاجه جديده بصراحه. انت قلتها دلوقتي. ايوه بس مش هنقول مين. طيب تمام، شكرا يا كابتن رضا. شرفت بيك. ورجعنا لكم تاني بعد الجولة الجميلة دي. بصراحة اللي شفناها النهاردة مش سهل خالص، عالم مليان تعب وتركيز وشجاعة حقيقية. كابتن رضا بيقدم مجهود كبير عشان نعيش احنا لحظات قصيرة، لكنها بتطلع في الآخر لقطات تخطف القلب. الغطس مش بس مغامرة، ده حب وتحدي وإصرار للنجاح مهما كانت الظروف. تحية كبيرة لكل حد بيشتغل ورا الكاميرا، والكل بطل بيغامر عشان يوصل للصورة جميلة لينا. استنونا في حلقة جديدة من كلام كتير بحكايات أكتر ومغامرات ما بتنتهيش.